بقولك ايه يا بيبي؟ نعم. الا تفتكري ان ما صاحبتك تكون عارفه حقيقه هاني انه بتاع بنات ومخبيه علينا؟ بقولك ايه، ملناش دعوة يا بهلول. يا بنتي دي صاحبتك، ازاي يعني ما تعرفيش؟ بس يا بهلول بقى لحسن انا متغاظة منك. ليه كده بس؟ انت فضحت هاني لما قلت له يحلق دقنه يوم الخطوبة. ليه يعني هو مجرم عشان يعيش طول عمره مربي دقنه؟ لا وكمان لابس لي نضاره سودا، فاكرني نفسه فيها القيصر؟ لا معلش، القيصر هو واحد بس، الاستاذ محي اسماعيل. ده هاني اكتر من مجرم يا حبيبي، ده كان معشم كل البنات بالجواز وخلي بيهم. شفت اللي حصل لما حلق دقنه وشخصيته اتكشفت؟ ورايحه تجيبي لصاحبتك، مش غريبه شويه؟ مالكش دعوة يا بهلول. بصراحه يعني انا كنت سامع انه بتاع بنات لكن ما كنتش اعرف انه معشم بنات كتير بالجواز، وكمان بيسيبهم فجأة. بقولك ايه، قفل على السيرة دي وبعدين تعالى لي هنا. هو انت ايه اللي خلاك تعزم هاني ومايا؟ بعمل واجب مع الناس يعني، انا طول عمري صاحب واجب يعني، انت عارف. بس انا بقى مش مستعدة لاستقبال ضيوف دلوقتي. لا بقولك ايه، دول جايين النهارده، وبعدين ما انت عارفه من امبارح ازاي لسه يا هانم ما جهزتيش اكل. كنت تعبانة من امبارح يا بيبي. ده فاضل ساعتين ويجوا، هتعملي ايه يا هانم؟ مفيش غير حل واحد. استر يا رب. ايه هو يا فالحة؟ انا هستلف الشغالة بتاع الدكتورة ولاء والناس لبعضيها. انا مش عارف اقولك ايه هو حل كويس، بس يمكن صعب، بس اقولك جربي يمكن ينفع. الو لو سمحتي يا دكتورة ولاء، ممكن اطلب منك يعني خدمة صغيرة كده؟ خير يا نوني، عايزة ايه؟ ممكن تسلفيني الشغالة بتاعتك ايه؟ لمدة ساعتين بس. ايه الطلب الغريب ده؟ بصي انا عارفة انه طلب غريب يا دكتورة، بس في ضيوف جايين كمان ساعتين ولسه ما عملتش اكل خالص. طب ما تشتري اكل دليفري. بصراحة يعني يا دكتورة ميزانية بهلول ما تسمحش. احنا اشترينا الحاجة وبدأت اعملها هو الله، بس محتاجة حد يساعدني ويروق معايا الشقة. طب ما تخلي بهلول يساعدك. بهلول ده مش بيعرف يجيب لنفسه كوباية المية يا اختي. بيعرفش يعمل حاجة خالص. سامع سيرتي؟ لا يا حبيبي، ده انا بقول عليك كل خير. يلا والنبي بسرعة. خلاص هبعتلك الشغالة بتاعتي، بس ما تخليهاش تتأخر. شكرا يا دكتورة، الله يسعدك. ايوه جاية. ازيك يا هاني؟ تعالي خشي بسرعة الحقيني. ايه انت بتزقيني كده ليه؟ ابدا يا حبيبتي، ده انا هفرجك على الشقة عشان اقولك هتعملي ايه بالظبط. ايه المطلوب يا ست هاني؟ بقولك ايه، انت تنظفي الشقة وتمسحي العفش وتمسحي السيراميك، وبعدين تخشي تساعديني في المطبخ، نخلص الاكل وبعدين تنظفي الحمام. ايه ده يا ست هانم، هو انا هلحق اخلص كل ده؟ بقولك ايه يا بت، انت ما تعصبينيش، هما ساعتين الا ربع، تخلصي كل اللي قلتلك عليه بسرعة. برضه بتزقي؟ يلا خشي خلصي بسرعة. انت بتعامليني كده ليه؟ الدكتورة ولا مش بتعاملني كده؟ بعد اذنك انا نازلة ومش هعمل اي حاجة. طب استني، هي الدكتورة ولاء بتعاملك ازاي؟ فطميني. بتعاملني بكل ادب واحترام. طب تعالي ده انت حبيبتي، تعالي ما تزعليش، ده انا كنت بهزر معاكي. بتهزري؟ لو سمحتي ساعديني، ده انا مزنوقة. خلاص ما تعيطيش، هساعدك. وما تحكيش للدكتورة ولاء على اللي حصل. والله لو عملتيني كويس مش هحكيلها حاجة. الو، أنا تحت البيت يا مايا، انزلي يلا. طيب يا هاني انا نازلة. ايه القمر ده يا ناس؟ ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ انت بتشتميني ليه يا مايا؟ ايه الطقم الغريب ده؟ وايه نضارة الشمس المعفنة دي واكلة كل وشك. يا حبيبتي، ده انا كنت في حفلة تنكرية وما لحقتش اغير. مش عايزين نتأخر على الناس بقى، ها؟